حرفيا انا ما بقاش عندي شعر. شعري بيقع بطريقه وحشه جدا. انا شعري كان تقيل جدا، جت فتره ضغط وخلصت خلاص، بس شعري لسه مستمر بيقع بطوله. حتى لما باجي افك التوكه بتاعت شعري بلاقي شعري بيقع بطوله كده. قوليلي على ماسكات او زيت حلو اجيبه علشان انقذ شعري، لان فعلا انا نفسيتي تعبت كل لما بشوف شعري بيقع كده. مشكلة تساقط الشعر الحقيقة مشكلة كبيرة جدا بتواجه كتير قوي من البنات والسيدات. مشكلة تساقط الشعر لازم ان احنا ندرسها من جميع النواحي. اولا لازم يبقى فيه فحص لأسباب تساقط الشعر، لان زي ما احنا عارفين الأسباب كتيرة جدا. قد تكون حاجة مرضية، قد تكون زي ما صاحبة المشكلة بتقول ان اتعرضت لموقف ضغط نفسي كبير، أو بتكون بعض العناصر الغذائية المهمة ناقصة في جسمنا، أو بعض الأسباب زي الخلل الهرموني. مهم قوي إن احنا نشخص الحالة من البداية تشخيص سليم، إن احنا نعمل الفحوصات اللازمة، إن احنا نفحص فروة الشعر وبصيلة الشعر بطريقة سليمة. الأسباب اللي بتؤدي إلى التساقط كتيرة جدا، من ضمنها أسباب وراثية أو أسباب اللي بنسميها التالوجين إفلوفيال، بتبقى حاجة عارضة وبناخد لها علاج لفترة معينة والأحوال بتتحسن.